مساء الخير عليكم. يسري أسمت وحلقة السعادة. بيتهيأ لي ناس كتيرة كانت مستنية إن احنا نبدأ بقى ندخل في الحب والسعادة. امبارح اتكلمنا عن الحب وفهمنا إن الحب عبارة عن أفعال وليس أقوال، وعرفنا منين الناس بتقول إن الحب أقوال، أفعال وليس أقوال. وإنه لما بنعمل وعرفنا إن الحب معناه هو جاي من الحماية، الأم اللي بتحب ولادها عايز تحميهم، الراجل بيحب مراته عايز يحميها، العسكري اللي بيحب بلده عايز يدافع عنها، والسياسي اللي بيحب بلده عايز يدافع عنها، وهكذا. واللي عايز يخدم وطنه واللي عايز يخدم المجتمع. إذا الحب حماية، والحماية الناس ما بتفهمهاش غير عن طريق الأفعال. فاعمل أفعال تولد حماية، الناس تحبني فتعمل أفعال فيحبوني فأحبهم فنحب بعض. وزي ما قلت لكم دي وصفة الدكتاتور الناصح. الدكتاتور الناصح يحكم بالحب، لأن عمر ما الناس هتحاول تمشيه. لكن اللي بيحكم بالخوف هتفضل طول الوقت الناس بتحاول تفكر ازاي تستعد عشان تواجه الموقف اللي هي مش جاهزة له، وبالتالي بيتنتهي الحكاية دي. سواء بقى الحكم ده حكم بني آدم على مراته، ست على جوزها، ناس على عيالهم، حاكم على دولته، وهكذا. النهاردة بقى السعادة سعادة. السعادة موضوع لطيف جدا، وزي ما قلت لكم ناس كتيرة جدا بتعمل بودكاستات بال7 ساعات ونص تتكلم فيه ايه هو السعادة وسر السعادة، وهل السعادة في الحاجات، ولا السعادة في الرضا، ولا السعادة في الإنجاز. وده طبعا كله كلام عجيب جدا. وعشان كده في ناس تطلع تقول ما هو أصل السعادة مختلفة عند كل حد وكل حاجة، وكلنا مختلفين عن بعض، وده طبعا بديهي يعني. فأنا لما طلبت منكم إنكم تعملوا ليست، وقلت للناس تشاركنا في التعليقات بإيه هي لستة الحاجات اللي انت بتعملها علشان تبقى سعيد، فده بيدينا مؤشر جيد جدا يعني ايه سعادة. فالسعادة يا سادة هي إشارة لما الأحاسيس بتروح تجمع معلومات عن الحدث الخارجي ده. تعال نفترض مثلا إن أنت بتقعد مع ولادك. لما تقعد مع ولادك، أب أو أم يعني، المشاعر الأحاسيس تجمع معلومات جيدة عن اللي بيحصل بينك، الانتراكشن اللي بيحصل بينك وبين ولادك، فيقولوا لك، فتقول لك ان ده شيء جيد. المشاعر تقول لك ان ده شيء جيد، ده شيء حلو، لو سمحت كرره تاني. اذا السعاده مؤشر على الحاجات اللي بتجيب لك نشاط، اللي بتجيب لك حيويه، اللي بتخلي الانرجي بتاعتك عاليه جدا، فتطلب منك انك تعيدها تاني. وبالتالي لو انا لقيت ان انا السعاده بتجيلي بسبب اني بقعد مع ولادي، يبقى لما احب اشعر بالسعاده اعمل ايه؟ اقعد مع ولادي. ولاني فهمت ان المنظومه هي احداث خارجيه، مشاعر، حاله، يبقى بعد ما هقعد مع ولادي هيجيلي الاحساس بتاع الفرحه، فهيجيلي احساس السعاده، فهبقى سعيد، بطاريتي تتشحن كده وابقى زي الفل، لحد ما انزل اقابل مديري اللي هيجيب لي، يعمل لي احداث خارجيه، فيعمل لي مشاعر، فيخليني اخاف، فيخليني استعد، فيخليني اعمل، فالبطاريه بتاعتي تنزل، فاروح اعمل حاجه جديده من الحاجات اللي انا عارف انها سعاده. لان السعاده بتمارك كل الحاجات اللي بتشحن لك بطاريتك، اللي بتخليك مبسوط. يعني انا عندي سعاده وانا بقعد اشتغل مع الناس في التريننج، فاقعد اخلص التريننج مثلا 8 ساعات شغل واقف على رجلي، لكن من كتر ما انا سعيد من اللي انا بعمله، الناس تيجي تقعد تسالني اسئله، فاقعد يمكن 3 ساعات تانيين بعد ال8 ساعات انا مبسوط اني بجاوب على ده سؤال، واني بساعد دوت، واني بعمل دوت، واني بعمل ده، بطاريتي مشحونه على طول. تعالوا اديكم مثال على الفكره دي. اذا السعاده معموله عشان تشحن لك بطاريتك، ولان ربنا سبحانه وتعالى عارف ان في احداث تانية بتحصل بتعمل مشاعر تانية بتفضي البطاريه، فخلق لك احداث كتيره جدا وادالك مشاعر تعلم لك على كل الحاجات اللي تشحن لك البطاريه. تعالوا ناخد المثل. انا النهارده في الشغل عندي ضغط كبير وطالع عيني ومش طايق نفسي وكل الحاجات، فمروح البيت يعني خلقي في مناخيري. ادخل البيت الاقي عندنا الضيوف اللي انا حقيقي ما بطيقهمش، واللي انا اول لما شفتهم قلت انا عايز ارمي نفسي من البلكونه. طيب، كلنا بيحصل لنا الموقف ده، لكن كام واحد فينا كمان بيحصل له انك عديت بنفس اليوم اللي بطاريتك فيه فاضية تماما، يعني لونها احمر تماما، فاضية depleted 100%، فاضية تماما، تدخل البيت تلاقي صاحبك انتيمك اللي انت طول عمرك بتحبه وعايش معاه، تلاقي نفسك بطاريتك شحنت وفضلت سهران معاه طول الليل لحد تاني يوم الصبح، ورحت شغلك وانت تمام، بطاريتك اتشحنت في ثانية.
ليه؟ لإن وجود الشخص ده بيخلّيك سعيد، ولمّا تبقى سعيد بطاريتك تتشحن. فدايمًا هتلاقوا كده كل الحاجات اللي بتعمل لك سعادة، وزي ما اتفقنا بتبدأ بالفرحة دي اللي هو سعادة عظيمة، تخلّي الstate بتاعتك عالية. اتفقنا الstate اللي هي الحالة اللي بتخلّيك قادر إنك تعمل حاجات اللي إحنا سميناها الحالة الممكنة، نتيجة إني قعدت مع حد أنا باحبه، خلّاني في حالة ممكنة، مكنتني من إني أسهر طول الليل وأطبّق، مع إني كنت جاي من يوم ضعيف. وبالتالي لمّا الناس تيجي تقول السعادة هي الرضا، ما في يعني بيحاولوا يقنعهم بالحكاية دي وما بتمشيش، لإن الرضا ليه موضوع تاني هنبقى نتكلم عنه. لكن السعادة هي في كل الحاجات الصغيرة اللي بتحصل حوالينا، اللي لو عملتوا بيها لستة. يعني في كل تريننج أقول للناس اعملوا لي قولوا لي لستة بالحاجات، فيعملوا لي لستة ويقولوا أنا ما كنتش متوقع إن أنا عندي حاجات كتيرة أوي أقدر أروح لها، عندي خزنة من الشحن، عندي خزنة من الطاقة الإيجابية العظيمة اللي في أي لحظة أقدر أروح أفتحها وأشدها وأجيبها وأشحن بطاريتي تاني. أنا لمّا يبقى عندي يوم سيء، لمّا أبقى عيان والاقي عندي فرصة إني أروح أعمل training وأقف قدّام الناس أتكلم، باقوم رايح أعمل كده فورًا، ألاقي بطاريتي اتشحنت وخفيت وبقيت زي الفل، لإني باحب أقف قدّام الناس أتكلم، باحب أقعد مع ولادي أعمل حاجة، باحب آخد مراتي وأسهر، باحب أسافر برّه، باحب أروح السينما لوحدي. كل واحد فينا عنده ليستة من الحاجات الكتيرة اللي لو عملها يشعر بالسعادة، فاعملوا الحاجات دي. اكتبوا لستة بكل الحاجات دي، فتقوموا تعملوها، فده أكشن. أول لمّا تعمل الأكشن ده اللي بيعمل لك السعادة، لإنه اتعلّم عليه خلاص، ده متعلّم عليه إن ده بيعمل لك سعادة، روح اعمله، تشعر بالسعادة، تلاقي حالتك بقت جيدة. حالتك تبقى جيدة، تروح تعمل ممكنة، هتروح تعمل كل الحاجات بقى اللي محتاجة بطارية، تعمل الحاجات اللي محتاجة بطارية، تفضّي البطارية، تروح تعمل حاجة تانية بتعمل لك سعادة، تشحن البطارية، ترجع تروح تعمل حاجات. هكذا هي السعادة يا سادة. إذًا السعادة هي مجموعة من الأحداث أو من الevents اللي أنت بتعملها مع سبق الإصرار والترصد، اللي أنت عارف إنها بتشحن لك بطاريتك، فتشحن بطاريتك فتروح تعمل الحاجات اللي محتاجة بطارية، فتخلّص لك بطاريتك فتروح تشحن الحاجة اللي محتاجة البطارية وهكذا. إذًا السعادة مش لغز كبير، والسعادة لا يمكن نتفق عليها، لأن اللي بيسعدني غير اللي بيسعدك، غير اللي بيسعده غير اللي بيسعدهم، غير اللي بيسعد كل الناس. وبالتالي كمان ده شيء مهم جدًا إن إحنا لمّا نبقى أسرة في بعضينا، إن إحنا نبقى عارفين إيه اللي بيعمل لي أنا سعادة، وإيه اللي بيعمل لمراتي سعادة، وإيه اللي بيعمل لولادي سعادة، فأعمل لنفسي حاجات وليها حاجات، وهم حاجات، وهم يعملوا لنا حاجات، وإحنا نعمل لهم حاجات، وهم يعملوا لنا حاجات. فلمّا نعمل السعادة دي، نبقى عايزين نكررها تاني، وتاني، وتاني، وتاني. عشان كده واحدة من الحاجات الخايبة اللي أنا باسمعها واللي بتنُم عن الجهالة يعني أو الجهل ده، إنك تلاقي مدير بيقول للناس أصل أنا ما باحبش أقول للteam بتاعي إن هم بيعملوا حاجة كويسة، لإني لو قُلت لهم إن هم بيعملوا حاجة كويسة هيتمرعوا. يعني ده معناه إنك مش فاهم السعادة، لإنك لمّا هتقول للteam بتاعك أو هتدّي شخص معيّن feedback جيد وتقول له أنت ممتاز في الحكاية دي، هيشعر بإيه؟ بسعادة، فيبقى عايز يعمل إيه؟ يبقى عايز يعمل الحكاية دي تاني، فلمّا يعمل الحكاية دي تاني إيه اللي هيحصل؟ أنت تشعر بسعادة وهكذا. إذًا فهمنا للمشاعر يخلّينا عارفين نعيش صح، نعرف إيه الactions اللي إحنا محتاجين نعملها. فلمّا أنا أعمل مواقف سعيدة، أشحن بطاريتي، أعرف أعمل الحاجات اللي محتاجة البطارية، لإن الشغل العادي بيفضّي البطارية، فأنا أشحنها إزاي؟ فربنا ادّاني أحداث أعملها actions أعملها تشحن لي بطاريتي. فأرجوكم النهارده اعملوا ليستة بكل الحاجات اللي أنتم بتحبوها. باحب أقعد مع أصحابي، باحب أنزل أتمشى، باحب أروح الgym، باحب أتفرّج على أفلام، باحب أسمع أغاني، باحب أقعد مع ولادي، باحب أسافر برّه، باحب أسافر جوّه. كل الحاجات، بس اعملوا لو سمحتوا لستة مفصلة، اكتبوا حاجات مفصلة، وشاركونا في التعليقات بإيه الحاجات اللي أنتم لمّا بتعملوها بتشعروا بسعادة. لإنه هتلاقوا حاجات كتيرة جدًا، وهتلاقوا حاجات ببلاش جدًا، هتلاقي تمشية بالليل، قعدة على البحر، قعدة على الكورنيش، كيس لِب، يعني حاجات. طبعًا فكّروا في الحاجات الصحية، ما تفكّروش في الحاجات اللي مش صحية. ولو إني يعني يعني حد من الteam دلوقتي كان بيقول لي ليه أغلب الأكل اللي بيخلّينا نشعر بالسعادة هو المُضِر. طبعًا الفكرة الأساسية إن كل حاجة زيادة عن حدّها هتتقلب لضدّها يعني. فأنا باحب برضه الحاجات، وأنتم شُفتوا إن أنا جايب الكريم شانتيه بالحاجات، باحبه. فهاكله مرّة في الأسبوع فاشعر بالسعادة، وبقية الأسبوع هاقعد مع ولادي وهاعمل training وهاصوّر podcast وهاشتغل وهاعمل إنجازات وهاعمل كل الحاجات اللي بتخلّيني أشعر بسعادة. لكن السعادة
مش شيء واحد. ولما الناس بتتكلم على ان السعادة هي الرضا، فده معناها ان هو سعيد باللي وصل له لحد النهارده، مش سعيد بان انا مش قادر احقق ومش قادر انجز، لان مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. وكل الناس اللي حاولت ترضى باحداث وكل الناس اللي حاولت ترضى باحداث سيئه وبنتائج سيئه ما قدرتش تتبسط، وبتحاول ترغم نفسها على كده. فالرضا معناه ان انا مسؤول عن اللي انا وصلت له النهارده، وانا سعيد ان انا وصلت لده النهارده، لاني عارف ان بكره هوصل اكتر وبعده هوصل اكتر. ولو مش عارف اوصل، هروح واتعلم ازاي اوصل اكتر. فدي السعاده بمنتهى البساطه يا ساده. اذا هو مش موضوع فلسفي عميق محتاج ان احنا ننزل في عماميق الفلسفه. كل الحكايه اللي احنا المفروض نفهم الفطره اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، وانك لما بتعمل حاجه بتعملك سعيد، لما بتروح تعملها تاني تبقى سعيد تاني. فهي دي السعاده بمنتهى البساطه. كرروا الحاجات. طيب تعالوا نعمل ريكاب سريع كده على اللي احنا خطيناه في الجزء الاولاني، لان هو ده الجزء اللي بيتكلم على فهمنا لذاتنا. وده الجزء الاول بس، ان احنا نفهم التركيبه الاساسيه. فعرفنا ايه؟ عرفنا ان الاحساس هو جمع المعلومات من الفضاء اللي حوالينا ده عن طريق الخمس حواس: الشوف، السمع، الاستطعام، الاحساس، ده الريحه، كل الحاجات دي. ده مجرد جمع معلومات. اذا الاحساس ملوش اي معنى غير انه بيجمع معلومات. المشاعر بقى تترجم المعلومات دي إلى حاجات حلوة وحاجات محتاجين نستعد لها. فلو حاجة حلوة اعملها تاني، لو حاجة محتاج تستعد لها، ايه الأكشن اللي انت محتاج تستعد له؟ فلما تعمل الأكشن الصح تلاقي نفسك بقيت في حالة صح، حالة ممكنة تمكنك من انك تعمل حاجات. زي ما اتفقنا كده، لما بعمل حاجات بتخليني سعيد ببقى في حالة ممكنة، بطاريتي مشحونة، اقدر اعمل حاجات اميزنج. لما الاقي نفسي خايف احط خطة فالاقي نفسي مستعد، فابقى في حالة ممكنة فاقدر استعد، وهكذا. موضوع بسيط جدا. امال ايه يا يسري المود ده؟ المود ده بتاع الموقف حصل، لقيت مشاعر حاطني في حالة مؤقتة. ده المود. اذا المود هو حالة بس صغيرة جدا وقصيرة، ممكن تقعد ساعتين 3 4، صغيرة. اما الاتيتيود اللي الانسان بينطلق منه في التعامل مع البني ادم، فانا اقول انا ما بثقش في حسين، فده معنى ان حسين عمل افعال كتيره جدا، ولدت مشاعر كتيره جدا، حطتني في حاله ناحيته كل ما حاجه اتعامل معاها هتعامل من منطلق عدم الثقه. اذا هو ده الاتيتيود. اذا الاتيتيود هي الحاله الطويله جدا اللي ما اتغيرتش نتيجه افعال كتير. هل ده معناه اني ما اقدرش اغيرها؟ لا، اقدر اغيرها باني ارجع اعمل افعال كتيره تانية ايجابيه كتير. افعال ايجابيه اهو، المشاعر تقراها وترجمها بشكل مختلف، فاوصل لحاله ايجابيه اقدر اغير بيها الاتيتيود بتاع عدم الثقه لاتيتيود فيه ثقه. اما اني اعمل افضل طول حياتي بخرب الدنيا، سواء بقى مع مراتي، مع عيالي، مع كل الحاجات، وافتكر ان ورده واحده او اكشن واحد هيعمل مشاعر تصلح الحاله، فده مش هيحصل. فهمنا بعد كده كمان كل المشاعر معناها ايه. الخوف معناه اني استعد من المستقبل باني احط خطط وابني بلانز. الغضب هو اعلى درجة من درجات الخوف، فيها الاستعداد. اتكلمنا على كل المشاعر انتهاء بالسعادة والحب. ارجوكم اتفرجوا على بقية الحلقات عشان تفهموها. بعد كده هندخل على من الحلقة اللي جاية ان شاء الله، هنتكلم بعد لما فهمنا المجموعة دي نفهم ايه بقى عن تحقيق الاهداف، عن القانون الجذب، ازاي الميكانيكا دي فعلا بتحصل بنفس الطريقة الميكانيكية اللي احنا عملنا بيها البرنامج ده، او الجزء ده. برنامج إيه؟ الجزء ده. فالجزء ده كان كله ميكانيكا، ما فيهوش غمض عينك، ما فيهوش احلم، ما فيهوش هيطلع لك جناحات وتطير. في مشاعر ليها معاني، تعمل اكشن توصل لحالة. موضوع ميكانيكي بحت، تقدر تعيدوه 50,000 مرة وهيطلع لكم نتائج. شاركونا الحاجات، شاركونا التحديات اللي ممكن تكون مقابلاكم في بعض المواقف، وانا والتيم بتاعي اوعدكم ان احنا يا اما هنتكلم عنها، يا اما هنقول لكم ازاي تقروها، وهكذا. مستني الفيدباك بتاعكم اللي هيساعدنا انا والتيم ان احنا نحسن البرنامج بتاعنا دوت. آه، أشكركم شكرا جزيلا. أرجو أن يكون الحب كان حاجة مهمة. المرة الجاية هنتكلم على العقل الباطن والعقل الواعي وعلاقته بالحدوتة بتاعت المشاعر دي. اكتبوا لنا ايه اللي تعرفوه عن العقل الباطن الباطن العقل الباطن والعقل الواعي.
وعلاقتهم بالحدوتة اللي احنا حكيناها دي ولو عارفينها. وحطوا بعض اللينكات لو مش عايز تقول رأيك يعني ومكسل وشايف ان في بودكاست تاني بيقول رأيك بدالك، برضو قول عشان نشرح الحاجات دي ميكانيكيا. أشكركم شكرا جزيلا، وإلى لقاء غدا، وتصبحوا على حب إن شاء الله وسعادة.